علي التوضيح بأنه لم تكن الثقافة النيولوتية تعاني من مشاكل جدية من حيث الفصل بين بعديها الأيديولوجي والمادي، بل لم تواجه القضايا المتفاقمة إلا بعد ولوجها مرحلة الانسداد وعجزها عن حماية ذاتها تجاه تصاعد مجتمع المدنية. هنا أتلمس أولا ضرورة شرح مصطلح القضايا الذي طالما جعلته عنوانا أساسيا، فحسب المعنى الذي استخدمته يدل هذا المصطلح على حالة الفوضى التي لم يعد الفرد والمجتمع فيها قادرين على تمكين ديمومة الثقافتين الأيديولوجية والمادية، في حين أن الخلاص من الوضع الإشكالي المعقد يعني الحالة المنتظمة للمجتمع الجديد بعد اكتسابه بنية قيمة. أما الثقافة المادية التي اضطررت لتوضيحها بمصطلحات مثل المظهر المرئي، الظاهرة، المؤسسة، البنية والنسيج، فتعني القسم الظاهر والملموس من الوظائف والمعاني. وإذا حاولنا لحمها مع الكونية فهي تعمل على البحث عن الثنائية الجدلية للطاقة المادة داخل الواقع الاجتماعي وعلى تفسيرها بموجب ذلك. على ضوء هذه الاصطلاحات نجد أنه لم تتشكل بين مقومات الثقافتين الأيديولوجية والمادية للمجتمع النيولوتي أوضاع تهدد الحياة أو تزجها في حالات نزاع أو شقاق. نخص في هذا المضمار مراحل البناء والتمأسس، ذلك أن الأخلاق المجتمعية لا تسمح بذلك البتة، فالملكية الخاصة لم تجد فرصتها في النمو بعد، باعتبار المؤثر الأساسي الذي يفضي إلى التصدعات الاجتماعية. تأسيسا على ذلك فتقسيم العمل بين الجنسين لم يتعرف بعد على علاقة الملكية والعنف، علاوة على أن تأمين الغذاء حصيلة النشاط المشترك لم يشهد بعد الملكية الخاصة. بمعنى آخر، فالمجموعات الصغيرة التي لم تتضخم بعد حجما وعددا تتسم بثقافات أيديولوجية ومادية تشاركية متماسكة فيما يتعلق بجميع النقاط الآنفة الذكر. أما الملكية الخاصة والعنف فاعتبروا من المهالك الحيوية نظرا لتسببهما في تدمير هذه البنى وإفسادها. بالتالي اعتبر التشارك والتضامن والمشورة الجماعية قاعدة ركنا في الأخلاق، لأنها تشكل مبدأ أوليا في الحفاظ على المجتمع متراص. ونظرا لطبيعة مبدأ المعاني هذا، فإن البنية الداخلية للمجتمع النيولوتي تبدو منيعة وملتئمة لأقصى الحدود، واستمرار هذا النمط من المجتمع طيلة آلاف من السنين إنما يعزى إلى هذه الحقيقة. أما إذا قارنا الصلات بين المجتمع والطبيعة آنذاك مع ما هي عليه في مجتمع المدنية، فدعك من وجود هوة فسيحة بينهما حينها، بل إن التناغم مع المبدأ الأيكولوجي مستمر بكل قوة في كلتا الثقافتين. فالطبيعة بالنسبة إلى ذهنية المجتمع حافلة بالمقدسات والألوهيات، حيث ينظر إلى الطبيعة على أنها حيوية كما الإنسان تماما، فباعتبارها سخية بمنحها الهواء والماء والنار وشتى الأنواع النباتية والحيوانية والغذاء إلى الإنسان، فهي تعادل الإله، بل ومن أعظم عناصر الألوهية، لطالما نستشف بعض البواعث القوية على اصطلاحي الإله والألوهية مستترة في هذه الحقيقة. سنشرح المعاني التي أضافها مجتمع المدنية على مصطلح الإله في مكانها المناسب. المهم هنا هو كون الألوهيات التي احتلت حيزا فسيحا في ذهنية المجتمع النيولوتي لا علاقة لها إطلاقا مع القمع والاستغلال والجور، ولا مع التستر على مثل هذه الظواهر، بل يولي المجتمع أهمية كبرى إلى التأقلم والتناغم مع تلك الألوهيات التي غالبا ما تقترن بالرحمة والشكران والرفاه والود والاندفاع والحماس، ولكنها ترتبط بمصطلحات كالخوف والورع والنور عندما تسوء الأمور، أي أنه بالمعنى العلمي يتبع السلوك الأيكولوجي ويسعى للتناغم مع الطبيعة وأن يكون بيئيا، وإذا استدعى الأمر فإنه يقدم أثمن ما لديه ويضحي بفلذات كبده من أطفال وشباب وشابات كقرابين في سبيل ذلك. أما الجانب المجتمعي للإله فيعبر عنه باصطلاحات الطوطم والطاب والمعنى التي تعد عبادة أولية في مجتمع الجلان القديم، أي أنه يجد معناه كنوع من دين الأسبقين أو دين الإلهة الأم. ولأن كانت مصطلحات الطوطم والطاب والمعنى المقدسة التي ذكرناها لا تدخل في عداد الألوهية بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنها تصبح غمامة ثقيلة على الأذهان وتحوم فوق رؤوسهم على الدوام، وما القدسية في صلبها سوى مواقفهم المتبعة إزاء كل ما هو مؤثر على حياتهم، حيث تحتوي في ثناياها مشاعر الخشوع والحماس، وأحيانا الورع والارتياب،
وأحيانا أخرى المحبة والتقدير، وأحيانا الألم والبكاء. إن القدسية هي القيمة التي يخلعونها على تأثير المواد والمعاني في حياتهم. يمكننا نعتها أيضا بالأخلاق وبالأصل. تتخفى وراء الأخلاق تلك الألوهية والمقدسات التي كانوا يؤمنون بقدرتها على صون مجموعاتهم منيعة متماسكة، ويعتقدون بدورها الأساسي في هذا الشأن. المجموعات جدية للغاية في هذا السياق، هذا وتؤمن بأن أي إخلال أو إساءة أو لا احترام مهما كان بسيطا، أو أي بخل في تقديم القرابين، من شأنه أن ينتهي بكوارث كاسحة. أي أنها مجتمعات أخلاقية بكل معنى الكلمة، بالرغم من لجوء المجموعات إلى الاستئثار الاجتماعي بالنباتات والحيوانات المستأنسة بعد تصيرها ثقافة خاصة بها. إلا أنه لا يمكن تسمية ذلك بالملكية، فالملكية تقتضي التشيع. لكن لم يكن ثمة ذهنية تسفر عن التمييز بين الذاتي والموضوعي الشيئي بعد، بل كانوا يعتبرون الأشياء جزءا منهم ومثلهم. فبقدر ما يكونون ملكا لأنفسهم ولبعضهم بعضا، تكون الثقافة والنبات والحيوانات المدجنة أيضا ملكا بنفس الدرجة. بالتالي لا يمكن الحديث عن خلل أيكولوجي جدي. لا شك أنه هناك بدايات تمهد للتوجه صوب الملكية، لكن تحويلها إلى ملكية بحق كان سيتحقق بعد ردح طويل من الزمن وفي ظروف مختلفة. يجب أن لا يستخلص من سردنا هذا أننا نعتبر المجتمع النيولوتي جنة، حيث أن المجتمع بذاته لا يزال غضا ويمر بمرحلة حرجة تحفها المخاطر، لأن مستقبله لا يزال مبهما، إضافة إلى الظروف الطبيعية والمناخية غير المستقرة والمخاطر التي تحيط به بسبب احتمال حدوث انتكاسات جدية قد يواجهها. وقد كان المجتمع واعيا لذلك، وما يترك بصمته على الذهنية أصلا هو تلك المخاوف، وبحثا منه عن الحل ولو لاح ساذجا. يبدو أنه كان لابد له من تطوير ميتافيزيقية ذات أبعاد ميثولوجية ودينية. بموجب هذه الشروح بمقدورنا وعلى نحو أفضل إدراك معاني ميتافيزيقية الحياة الجماعية المتمحورة حول المرأة الأم، وما ينم عنها من قدسية وألوهية. فمزايا المرأة المماثلة للطبيعة في الإنجاب والتنشئة والرأفة والرحمة، ومكانتها الرفيعة في الحياة، تجعلها العنصر الأساسي للثقافتين المادية والمعنوية. أما الرجل فدعك من أن يكون زوجا، بل لا وجود حتى لظله على جماعية المجتمع، ومحال أن يكون كذلك، فنمط حياة المجتمع لا يسمح بذلك. بالتالي فأوصاف الرجال من قبيل الجنس الحاكم الزوج صاحب الملك وصاحب الدولة تتميز بطابع اجتماعي بحت، وكانت ستتطور وتبرز لاحقا. فالمجتمع آنذاك كان يعني المرأة الأم وأطفالها وأشقائها وشقيقاتها. أما الرجل المرشح لأن يكون زوجا فكان لا يلقى القبول إلا بعد أن يثبت فائدته من خلال مهارات أخرى عدا وظيفة الزوج، كالصيد الموفق مثلا، أو كتربية الحيوان والعناية بالنبات على نحو حسن. في حين أن الحق أو الإحساس الذي يدفعه إلى القول أنا زوج امرأتي أو أبو الأطفال فلم يكن قد نما كظاهرة اجتماعية. علينا ألا نغفل عن أن الأبوة والأمومة مصطلحان وظاهرتان وإدراكان اجتماعيان بالأساس، حتى ولو أنهما لا يخلوان من الأبعاد النفسية.